اهلا بيكم في حلقه جديده من تيك توك. في فيديو انتشر في الفتره الاخيره على الانترنت وعلى الواتساب وعلى فيسبوك، وناس كتير جدا بعتت لي عليه ومش مصدقين اللي شافوه، واللي قال بقى انه خيال علمي واللي قال انه بروباغندا لحاجه مش حقيقيه وعايزين يخوفونا وخلاص زي ما بيعملوا في الافلام عشان يقولوا ان امريكا هي البلد الوحيد اللي عنده اسلحه فتاكه. طبعا انت دماغك راحت لبعيد ومش عارف ايه الفيديو ده وليه هنتكلم عنه النهارده. خليني اوري لك جزء من الفيديو وبعدين نرجع نحكي الحكايه بالتفصيل. It's flying itself. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors. It does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. ايه رأيك في الفيديو ده؟ تفتكر ده سلاح موجود فعلا؟ تفتكر الفيديو ده حقيقي ولا خيال علمي؟ تفتكر الطيارات اللي من غير طيار او الدرونز اللي بالشكل اللي انت شفته ده واللي تقدر تقتل انسان بسهولة موجودة فعلا ولا الفيديو مبالغ فيه وخيال زي ما ناس كتير متخيلة؟ تفتكر الفيديو ده مبني على تجارب علمية ولا مجرد تصور للمستقبل ممكن يحصل او ما يحصلش؟ كل دي أسئلة مش هنجاوب عليها دلوقتي، لكن الأفضل إننا نحاول نفهم أساس الفيديو ده بشكل علمي وأخليك أنت تحكم وتجاوب على الأسئلة دي بنفسك لما تفهم الحكاية. تعالوا نشوف بقى جزء كمان من الفيديو ونرجع نكمل. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. ايه رأيك؟ يعني مش مجرد طيارة صغيرة فيها متفجرات ممكن تموت أي شخص بسهولة، دي جيش كامل ممكن يقتل مدينة أو جيش بسهولة من غير تدخل أي إنسان، وبتتحرك مع بعضها وكأنها سرب من أسراب الجراد أو النحل اللي بيتواصل مع بعضه وبيفهم بعضه وبيحدد مين اللي يموت ومين اللي يعيش. في الحقيقة لما شفت الفيديو أول حاجة خطرت في بالي كانت تجارب علمية هشرحها لك مش مجرد خيال، وساعتها قررت أحكي لحضراتكم الحكاية ونتناقش فيها مع بعض. وخليك فاكر إن هسيبك تقرر بنفسك في آخر الحلقة هل الفيديو ده خيال علمي ولا سيناريو حقيقي مرعب. مبدئيا اللي شفناه في الفيديو ده طيارات من غير طيار صغيرة جدا، والتكنولوجيا الأساسية فيها هي الذكاء الصناعي أو الارتفيشال انتليجنس. في كمان تقنيات الروبوتس أو الروبوتكس. طبعا انت هتقول لي وايه علاقة الذكاء الصناعي بالدرونز أو الطيارات اللي من غير طيار؟ طب الروبوتس وفهمنا، ايه علاقة ده بالذكاء الصناعي؟ سؤال مهم، بس خليني الأول قبل ما أقول لك إيه العلاقة أقول لك إيه التجربة العلمية اللي خطرت في بالي لما شفت الفيديو بتاع الطيارات القاتلة ده. سنة 2012 بروفيسور رافاييلو دي أندريا أستاذ علم الروبوتس والتحكم في معهد زيورخ نشر فيديو عن الروبوتس الطائرة وتحديداً الطيارات اللي من غير طيار اللي صممها وصمم الأنظمة بتاعتها هو ومجموعة من العلماء في معهد زيورخ، وشرح التجربة زي ما هنشوف حالاً في الفيديو ده. For this last demonstration, which we call the Skynet, we're going to use these 3 vehicles to do something cooperatively. What they're going to do is they are going to propel a ball in the air and then move to intercept it. This is a nice demonstration of various aspects from control theory. The first is optimal control, to figure out the optimal way for them to throw the ball up in the air subject to their constraints. The second is feedback control about these trajectories. And the third is replanning to move to intercept the ball. Okay. So it's definitely worth waiting for. Okay, so the things that I want you to appreciate when you see this is that these vehicles are basically vertical when they're fully extended. The other thing to notice or to note is that the forces that are applied to it are on the order
a magnitude larger than the forces that the vehicles can apply themselves. So it's like somebody yanking you with thousands of pounds of force. And they have to be able to coordinate their actions to not only throw the ball up in the air, but then move to intercept it. طبعا انت اترعبت دلوقتي لما عرفت ان الكلام ده موجود من 2012 ومعمول عليه ابحاث علميه، وسمعت كلام بروفيسور رافاييلو بنفسك ان الروبوتس دي بتتواصل مع بعضها وبتفهم بعض، وان عندهم التقنيه اللي تقدر تخلي الروبوتس دي تقدر تعمل اي حاجه هم عايزينها اعتمادا على الذكاء الصناعي اللي هيخلي الماشينز او الالات تتعلم وتتفاعل من غير تدخل الانسان. تخيل لو دي مجموعه ماشينز او روبوتس بتتعلم من بعض وبتتواصل مع بعض، واللي في نفس الوقت هيبقى موضوع مرعب جدا على مستوى استغلاله لاغراض تانية غير سلميه، بالظبط زي ما شفت في فيديو الطيارات القاتله اللي عرضناه في اول الحلقه. موضوع الذكاء الصناعي هنتكلم عنه بالتفصيل، لكن خلينا الاول نكمل باقي القصه اللي مش خياليه بعد ما نطلع فاصل صغير ونرجع تاني. اهلا بيكم. موضوع الطيارات اللي ممكن يتم التحكم فيها عن بعد او اللي من غير طيار واللي صغيره جدا لدرجه انك ممكن ما تاخدش بالك منها مش خيال علمي، وفي حاجات حقيقيه منها موجوده في البحريه الامريكيه بتستخدم في الاستطلاع والتصوير عن بعد، وهي طيارات صغيره جدا بيتم التحكم فيها عن بعد بكل سهوله. تخيل طياره زي دي وزنها حوالي 18 جرام ممكن تتحط في الجيب، وهي شكل الطياره الهليكوبتر بالظبط، وبيتم التحكم فيها عن طريق جهاز فيه شاشه بتعرض اللي بتشوفه الطياره عن بعد، وممكن كمان تصور بالليل وبالنهار. في الحقيقه موضوع الطيارات الصغيره دي مش هو الازمه ولا هو الخطر الحقيقي، لكن الخطر الحقيقي هو الاستخدام والتوظيف للنوع ده من الروبوتس والبرامج اللي بتتحكم فيه وتقنيات الذكاء الصناعي المرعبه اللي ممكن تغير وظيفه الآلة دي 360 درجه. في طيارات من غير طيار معتمده على الذكاء الصناعي بتعملها شركه متخصصه في تكنولوجيا الدفاع، ممكن يتحط عليها اسلحه زي ما انت عايز تقول، ده غير انها بقى تقدر تحدد الهدف وتتعرف عليه بسهوله وتظبط نفسها اوتوماتيك. تعال بقى اوري لك نموذج حي للتقنيه دي. What if we told you the future is now? Robots are replacing combat soldiers. Unnecessary casualties are becoming part of the past. Minimizing collateral damage and uninvolved casualties. Duke Robotics presents TCAD, the future soldier. With TCAD, the future battlefield has arrived. A fully robotic battalion, capable of identification and surgical neutralization of hostiles in the field, can now be deployed to places human soldiers can't reach or simply shouldn't have to go. TCAD is able to adjust for the right place and time. The TCAD robot is designed to identify, target, and engage in real-life scenarios. TCAD takes the full recoil of the weapon discharge, compensates for its force, and quickly readjusts to stay on target and in the fight. موضوع فعلا في منتهى الخطورة، والأدهى بقى لما يكون بيستخدم الذكاء الصناعي والآلات دي تتعلم بقى لوحدها وتتصرف لوحدها وتتفاعل مع بعضها كمان. وحتى الفكرة اللي ممكن تكون شكلها خيالي دي معمول عليها أبحاث كتير جدا. سنة 2014 معهد IEEE نشر فيديو لجامعة هارفارد عن تجربة لمجموعة من الروبوتس الصغيرة جدا اللي بتتفاعل مع بعضها وبتفهم بعض عن طريق الذكاء الصناعي. يعني آلاف الروبوتس ممكن تنظم نفسها تلقائيا بأي طريقة حسب برنامج للذكاء الصناعي. تخيل بقى الروبوتس الصغيرة دي أي حاجة تخطر على بالك، سرب بقى مكون من آلاف الطيارات اللي من غير طيار، أو جيش من الآليين اللي ممكن يغزو مدينة أو يحارب بلد بدل البني آدمين، أو حتى يحاربوا البني آدمين نفسهم. لو فكرت في السيناريو ده وفي الأبحاث دي هتعرف تحدد إذا كان الفيديو اللي عرضناه في أول الحلقة خيال ولا تحذير من سيناريو مرعب البشرية داخلة عليه لو ما فوقناش اللي بيحصل من التطور في الأبحاث دي. فاكر بقى سرب الطيارات اللي شفته في الفيلم؟ تعال أفكرك بيه. بيفكرك بأفلام الخيال العلمي اللي اتكلمت عن حاجات قريبة شبه الفكرة دي. في مسلسل إنجليزي اسمه بلاك ميرور
كان في حلقة في جزء مهم جدا فيها عن أسراب النحل الآلية اللي زي الدرونز واللي بتقتل الناس في أي مكان، حتى عن طريق الهاشتاج أو بوست على الفيسبوك. 1. Pick a target. Oh my god. 2. Post their name and photo with hashtag death2. 3. Most popular target will be eliminated after 5 p.m. each day. 4. Game resets at midnight. I'm on the fucking chopping block here. Number 1 on the list. The people's fucking choice. I know you will see the beauty of me. خيال علمي طبعا يا راجل، كبر مخك. في الحقيقة ده مش خيال علمي، لأن في أبحاث معمولة على حشرات آلية فعلا بيتم التحكم فيها عن بعد، عملتها جامعة هارفارد سنة 2015 زي ما هنشوف في الفيديو ده. ده شيء جميل جدا. ما خلصناش بقى من الطيارات اللي من غير طيار عشان يطلع لنا كمان حشرات آلية. تخيل بقى الحشرات الآلية دي لو بقت ذكية واتعمل منها أسراب من الآلاف أو ملايين الحشرات، تفتكر إيه اللي ممكن يحصل؟ عموما قبل ما تفكر إن ده خيال برضه، خليني أوري لك اللي عملوه في أسراب الطيارات الصغيرة ومن 2012. زي ما قلت لك دي معتمدة على الذكاء الصناعي، والأهم من الآلات دي تتعلم إزاي تتفاعل مع بعضها من غير تدخل الإنسان. فاكر فيلم تشابي؟ تعال نشوف جزء مع بعض. The deployment of the planet's first robotic police units became the focus of the world in 2016. Drop your weapons. You're under arrest. Vincent Moore is a former soldier. The problem with artificial intelligence is it's way too unpredictable. The Scout's creator, Dion Wilson, sees a rich future. What interests me is a machine that can think and feel. You are Chappie. Chappie. A thinking robot could be the end of mankind. Destroy that robot. Burn it to ash. Something of great danger headed our way now. جيش من الروبوتس مع ذكاء صناعي، يعني سيناريو مش محسوب. طبعا ده فيلم، بس انت شفت بنفسك الابحاث العلميه شغاله. طب شفت فيلم بقى اي ان ذا سكاي؟ لو ما شفتوش يبقى لازم تشوفه، عشان ساعتها هتعرف ان افلام الخيال العلمي ما بقتش خيال، خصوصا بعد ما شفت الابحاث العلميه. تعال اوري لك جزء من الفيلم. سمعت كتير بقى كلمه الذكاء الصناعي والالات اللي بتتعلم لوحدها اكتر من مره في الحلقه، وعايز تفهم بقى ايه علاقه الذكاء الصناعي بالموضوع اللي بنتكلم عليه ده، وايه هو اصلا الذكاء الصناعي. عموما احنا اتكلمنا عن الذكاء الصناعي قبل كده، بس ما فيش مانع نشرحه بطريقه ابسط عشان نفهم احنا رايحين فين. الذكاء الصناعي من اكتر الموضوعات اللي اتعمل عليها افلام خيال علمي. فكره ان في آلة ممكن تحاكي ذكاء الانسان او حتى تتفوق عليه الهمت كتير من كتاب الخيال العلمي من سنين، بدايه من افلام زي سبيس اوديسي 2001 واللي اتعمل في الستينيات القرن العشرين زي ما هتشوف حالا. From an ominous computer system in 2001, A Space Odyssey. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. مرورا بقى بكتير من الافلام والمسلسلات زي ويست وورلد اللي كان فيه انسان آلي زي الانسان بالظبط، مرورا بقى باكس ماكينة اللي اتكلمنا عليه قبل كده، وغيرهم كتير جدا. التطور اللي حاصل في الذكاء الصناعي والآلات اللي بتحاكي الانسان خلى كتير من الشخصيات المعروفة عالميا زي إيلون ماسك وستيفن هوكينج وسام هاريس ونيك بوستورم يحذروا من التطور ده،
خصوصا انه ملوش حدود وملوش قواعد بتحكم الابحاث بتاعته ولا حتى قوانين. طبعا في ناس كتير جدا مقتنعة ومتخيلة ان الذكاء الصناعي مش هيتفوق على الانسان لان الانسان هو اللي صنعه، وفي جدل كبير جدا في الموضوع ده. لكن مؤخرا في فبراير 2018 معهد مستقبل البشرية اللي تابع لجامعة أكسفورد طلع بحث عن الاستخدامات المضرة للذكاء الصناعي، واللي عمل ضجة كبيرة في الأوساط العلمية على مستوى العالم، ما عدا احنا طبعا ما حدش خد باله. أما الناس اللي مش مصدقة ان الذكاء الصناعي ممكن يتخطى البشر، فدول مش واخدين بالهم ان الآلة تخطت الإنسان أساسا في حتى في التفكير، بداية من هزيمة كاسباروف بطل العالم في الشطرنج قدام كمبيوتر ديب بلو، لحد الآلات اللي حلت محل الإنسان في أغلب مناحي الحياة وبقت أسرع وأذكى وأكتر دقة. ومش عايز أقول لك بقى كمان إن الكمبيوتر دلوقتي بيألف موسيقى وبيكتب شعر وبيكتب مقالات علمية كمان لو عايز. الأخطر بقى إن الذكاء الصناعي بقى بيتعلم، يعني الأنظمة الذكية بتجمع معلومات وتحللها وتستفيد منها في الإجابة على أسئلة تخليها تتعلم أي حاجة لوحدها، بالظبط زي ما مخ الطفل بيتكيف مع البيئة اللي حواليه لحد ما يتعلم يسمع وبعدين يتعلم يتكلم. ده بقى يا سيدي اسمه ماشين ليرنينج، يعني الآلة بتتعلم. دي خوارزميات أو معادلات رياضية بتحاكي طريقة تفكير الإنسان عن طريق البيانات وتحليلها واستخراج إجابات بتدي للآلة أو للبرنامج خبرة مختلفة في كل مرة بيحلل فيها البيانات. اللي ناس كتير ما تعرفوش إن الماشين ليرنينج نظرية أو فكرة ظهرت في IBM سنة 1959 كفرع من علوم الكمبيوتر أو الكمبيوتر ساينس. حضرتك بتتعامل كل يوم مع الماشين ليرنينج والذكاء الصناعي، بس ممكن ما تكونش واخد بالك. خلونا بقى نطلع فاصل ونرجع نقول لك إزاي. أهلا بيكم. قلت لك إنك بتستخدم كل يوم الماشين ليرنينج والذكاء الصناعي من غير ما تاخد بالك. لما بتستخدم الموبايل هتلاقي سيري في الايفون بتتعرف عليك اكتر كل ما بتتكلم معاها اكتر، وبتفهم انت عايز ايه كل ما تتفاعل معاها اكتر، لانها بتتعلم من المعلومات اللي بتحللها عنك. نفس الوضع في جوجل، نفس الوضع في كورتانا في مايكروسوفت، كلها برامج وتطبيقات للذكاء الصناعي اللي بيحاكي ذكاء الانسان، وبقى في حياتنا كل يوم واحنا مش واخدين بالنا. طبعا ده موضوع مرعب هيخلي البرامج والآلات تتعلم اي حاجة لوحدها، وده ممكن يخلي البشر مالهمش لازمة في المستقبل، وده اللي العلماء بقى خايفين منه. ارجع بقى طبق الكلام ده على الطيارات اللي شفناها في أول الحلقة وانت هتفهم خطورة الموضوع. تخيل الطيارات دي بتفكر وتحلل البيانات وتتعلم لوحدها وتقرر مين اللي هيموت ومين اللي هتسيبه يعيش، ساعتها الموضوع هيبقى كارثة. بعض العلماء زي راي كورتزفايل متنبئين ان التطور في الذكاء الصناعي هيوصلنا لآلات وبرامج بتعمل نسخ أكتر ذكاء من نفسها، أو ذكاء خارق هيعمل طفرة رهيبة في التكنولوجيا اللي حوالينا، وده هيعمل طفرة كبيرة في الذكاء الصناعي اللي هيغير شكل الحياة اللي احنا عارفينها. سمى التغير ده بقى سينجولاريتي، يعني التفرد التكنولوجي. الحالة دي للأسف هتبقى مرعبة لناس كتير، لأن التطور ده هيبقى صعب على ناس كتير تستوعبه ولا هتبقى فاهمة إيه اللي بيحصل، خصوصا لو الآلة أو الذكاء الصناعي بدأت تعمل حاجات الإنسان مش فاهمها وقررت تتخلص منه. ممكن يكون الكلام ده مجرد نظريات ومحدش طبعا يقدر يتنبأ بالمستقبل بنسبة 100%، لكن الشواهد لازم تخلينا نقلق ونفكر بشكل مختلف. للأسف احنا خارج الكوكب أصلا، وآخرنا ندي جنسية للروبوت ونفرح انه جه عندنا الشرق الأوسط، لكن مش مدركين ان الغرب اللي طلع لنا البترول وشفطه عنده أساليب تانية عشان يفضل مستعبدنا للأبد، ده إذا فضلنا أصلا زي ما احنا. ومش بعيد بقى يكون السلاح القادم هو الذكاء الصناعي، واحنا من غير ما نحسب حساب للمستقبل ولا يكون عندنا مراكز ابحاث متخصصه في المجالات دي بنساهم انهم يستعبدونا بالتكنولوجيا، لاننا مش اكتر من مستهلكين للاسف. يا ترى هيكون الذكاء الصناعي اخر ابتكارات البشر قبل ما يبقوا مالهمش لازمه؟ محدش عارف، لكن اللي انا متاكد منه انه مش بالضروره ننتهي نهايه ماساويه على ايد الروبوتس زي ما بنشوف في الافلام، لانه مش بالضروره يكون الموضوع عنيف باسلحه وحروب. لكن اللي أنا شايفه ولا أقبل الجدل إن الذكاء الصناعي بيغيرنا كبشر على المستوى الثقافي والاجتماعي. استنونا في حلقة جديدة وعلى تيك توك على القاهرة والناس.